صباحكم فل، صباحكم هنا، صباحكم سعادة، صباحكم كل حاجة حلوة. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. اخباركم ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص على الابواب اهو. ابواب احنا خلاص فاضل لنا كام يوم ورمضان يجي. كل سنة وانتم طيبين ويقعد عليكم كده الايام بخير يا رب. ربنا يفكها كده يا رب على اخواتنا في غزة، ادعوا لهم كتير كتير في رمضان. دعوات مستجابة يا جماعة. يعني قبل الفطار كده، قبل ما تفطروا على أي حاجة، سواء بقى بتفطروا على تمر أو مية، ادعوا لإخواتنا في غزة كده وفي فلسطين، ربنا إن شاء الله ياخد بيدهم وينصرهم إن شاء الله. تعالوا بقى النهاردة نبتدي الفيديو بتاعنا، علشان النهاردة في حاجات كده حلوة ومفاجآت حلوة هتعجبكم، روتينات كده جميلة محفزة، وهتنشطك كده تخلصي كل اللي وراكي قبل رمضان كده بإذن الله. عايزين كده قبل ما نبتدي الفيديو زي ما اتعودنا نصلي على الحبيب قلبنا يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عايزة أقول لكم النهاردة هنعمل مع بعض شوية حاجات حلوة، بس طبعا قبل ما نبتدي الحاجات اللي متعودين نعملها والحاجات اللي احنا هنعملها الجديدة، لازم مطبخنا يكون رايق، خصوصا لو هتعملي الحاجات دي في المطبخ. يعني انا دايما متعوده يا بنات لما اكون مثلا هجيب حاجه جديده، او مثلا هجيب خضار للتلاجة، او هفرز حاجه للفريزر، حتى يعني سواء لرمضان او مش لرمضان، يعني عامه في العادي لما بكون عايزه اجيب مثلا حاجة التلاجة او خضار، او هجيب مثلا لحوم للفريزر، احب جدا ان انا لما اجيب الحاجة يكون مطبخي رايق. يعني مثلا لو انا خلاص عاملة حسابي دلوقتي ان انا نازلة رايحة السوق، لازم قبل ما انزل اكون مشطبة المطبخ. مش مثلا يعني انا اعرف ناس تقوم مثلا الصبح بدري تقولك ايه انا انزل بدري ولما ارجع بقى ايه اشطب المواعين واروق مش عارفه ايه وبعدين ابتدي ايه اعمل حاجتي. لا انا يعني عايزه اقول لكم لو سايبه الدنيا كده مش نظيفه او المطبخ مكركب، مش هيجيني نفسي اصلا انزل اجيب خضاري او ان انا انزل اجيب حاجات او كده. يعني لازم قبل ما انزل من البيت يكون الدنيا كلها رايقه، ومش المطبخ بس، يعني يعني احب ان شقتي كلها تكون رايقه. يعني انا من عادتي لما اكون اجازه وعارفه ان انا هنزل النهارده اجيب يعني هجيب حاجات من السوق او هشتري حاجات، او مثلا عندي اي مشاوير، احب دايما انزل وانا شقتي رايقه. يعني اقوم الصبح كده اروق الاوض، اروق الانتريهات بره السفره، اخش كده امسك المواعين اغسلها، اروق مطبخي كده. لازم اسيب الدنيا كده نظيفه ورايا. يعني عايزه اقول لكم ده بيبقى مشجع جدا وبيحفزك اكتر كمان، ان انت لما تنزلي تروحي المشوار بتاعك وترجعي ما تبقيش ناعيه هم ان انت لسه وراكي حاجات. كمان انت لما بتنزلي المشوار ممكن تبقي نازله مثلا رايحه السوق، فتلفي في السوق كتير، تروحي مثلا ما تلاقيش الحاجه اللي انت عايزاها فتضطري تروحي مكان تاني. فيعني مثلا تبقي عامله لنفسك وقت معين فتلاقي نفسك عديتي الوقت ده، او رجعتي من المشوار تعبانه، مثلا الجو يبقى حر فترجعي مفرهده فمش قادره تعملي، فاهمه؟ فتلاقي نفسك بقى الحاجه اتكركبت عليكي. فدايما اتعودي لما تحبي تنزلي تشتري حاجتك، ايا كان الحاجه اللي هتشتريها، او نازله رايحه مشوار، نازله رايحه فرح بالليل، عندك مناسبه، عندك اي حاجه، حاولي تعملي زي كده بجد، يعني هتحسي بالفرق كتير. دايما سيبي بيتك نظيف. يعني مثلا لو هتغيري هدومك، مثلا الهدوم اللي انت لابساها بتاعه البيت اقلعي وحطيها كده على الشماعه في اوضه النوم، ما ترميش حاجتك يمين وشمال، ما تقلعيهاش حتى وترميها على السرير، فاهمه؟ يعني انا احب كده. حتى عندي الولاد الصبح لما يكونوا مثلا نازلين رايحين المدرسه، اول ما بيغيروا هدومهم يلبسوا لبس المدرسه، دايما اقول لهم علقوا هدوم البيت مكان هدوم المدرسه. يعني طبعا انت كده كده بتبقي عامله شماعات لهدوم المدرسه، فهم بيجيبوا هدوم المدرسه ويقلعوا ويعلقوا الهدوم، بحيث ان هم يرجعوا تبقى اوضتهم رايقه. انا برضو الصبح وانا نازله رايحه الشغل نفس الكلام. فدايما زي ما قلت لكم قبل ما بحب اشتري اي حاجه لازم اسيب بيتي نظيف. النهارده بقى بما اني كنت رايحه السوق زي ما انتم شايفين كده، جبت حاجات كانت ناقصاني. كان لازم اروق المطبخ ترويقه حلوه، وانضف الدنيا كويس واغسل مواعيني علشان اجي من السوق على طول ما كسلش ان انا افرز حاجتي، او ما كسلش مثلا اعمل غدا، او اقول لا خلاص النهارده هعمل اي غدا عشان انا كنت في السوق فاعمل اي غدا كده وخلاص. لا، عايزه اقول لكم بيفرق معايا كتير قوي والله. يعني انا نزلت رحت السوق وجيت عشان مطبخي كان نظيف، يعني انجزت في الحاجات اللي انا عايزه ايه اعملها. زي ما انتوا شايفين طبعا احنا كنا عاملين مع بعض فيديو وكنا مفرزين فيه حاجات للفريزر. يعني كنا جايبين قبل كده سبانخ، وكنا مفرزين كرنب، وخضرة محشي وحاجات كده.
المرة دي بقى كان في حاجات ما كنتش جبتها، يعني مثلا ما كنتش فرزت بسلة. كان نفسي افرز برضو شوربة خضار لانها حلوة جدا، بحبها في رمضان بصراحة، بتبقى مفيدة جدا على الفطار. كنت كذا مرة كده سحبت سبانخ من اللي انا مفرزاها، فقلت برضو اجيب اعوض الكمية اللي انا سحبتها من الفريزر. ما كانش عندي قلقاس برضو، ما كنتش فرزت معاكم قلقاس. فقلت اجيبه بالمرة. طبعا انا ما كترتش لاني انا عندي ولادي ما بياكلوش القلقاس اصلا، يعني انا بس وجوزي اللي بناكله، فما حبيتش ان انا اكتر منه. وبما اني بقى كنت في السوق، فبرضه اشتريت شوية حاجات للتلاجة من تحت، يعني مش شرط تفريزات بس. كان عندي برضه حاجات في التلاجة من تحت ناقصاني، يعني ما كانش عندي قوطة، ما كانش فيه فلفل. طبعا كده كده جبت جزر عشان البسلة وشوربة الخضار، فبرضه بحب اسيب كده جزرتين 3 في التلاجة من تحت. جبت كمان بتنجان المحشي. جبت كوسة محشي. طبعا الكوسة والمحشي ده والبتنجان مش شاركينه في الفريزر، لا انا النهارده كنت عايزة اعمل محشي. يعني كنت اجازة من الشغل وكنت حابة ان انا اعمل محشي للولاد. عايزة، يعني في ناس كتير هتقول لي يا انجي خلاص ده فاضل على رمضان 3 ايام، انت عاملة محشي دلوقتي؟ لا، انا عايزة اقول لكم الفيديو دوت من اول الاسبوع، يعني الفيديو ده في اول الاسبوع بالظبط. والولاد كانوا عاملين يقولوا يوم عايزين ناكل محشي، عايزين ناكل محشي. فانا كده كده ما بعملش محشي اول يوم رمضان. يعني انا اعرف ناس كتير، اغلبيه البيوت المصريه بيعملوا اول يوم يا اما محشي يا اما مكرونه بشاميل وبانيه كده، يعني فانا مش هعمل محشي بصراحه اول يوم. فقلت خلاص هعمل لهم المحشي النهارده وافرز بقى الحاجات اللي انا محتاجاها. زي ما انتوا شايفين بقى، انا جبت خضره محشي تاني. وجبت بقى سبانخ زي ما قلت لكم، عشان كنت ساحبه سبانخ من الفريزر، فقلت برضو اعوض الكميه اللي انا عملتها. هنا بقى زي ما انتوا شايفين، ما حبيتش ان انا بصراحه اصور لكم الحاجات من الاول عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. بس انا هنا كنت عملت التخديعه بتاعه المحشي. طبعا احنا مفرزين صلصه طماطم في الفريزر، فيا دوبك حمرت البصلايه وطلعت كيس الطماطم وعملت تخديعه المحشي على طول. وكمان خدت الخضره اللي انا كنت مفرزاها في الفريزر، والخضره اللي انا جايباها هي دي اللي انا هحطها. زي ما قلت لكم قبل كده، لما بكون عايزه اعمل اكله باخد من الفريزر واللي انا جايباه بحطه مكانه، بحيث ان الحاجه ما يبقاش بقالها وقت كبير في الفريزر فطعمها يغير او ما تبقاش حلوه، وفي نفس الوقت تنجزني في الاكل اللي انا عايزه اعمله. انا عايزه اقول لكم والله العظيم المحشي دوت بالظبط في تجهيزاته وفي حاجته وفي حشوه ما خدش مني ساعه زمن، لان كل حاجه يعتبر كانت جاهزه. هو يا دوبك الرز اتغسل، الخضره كانت متقطعه في الفريزر، الصلصه معموله في الفريزر وجاهزه، ما خدش مني اي وقت. يا دوبك مسافة ما قورت شوية الكوسة والبتنجان، كانت التخديعة بتاعة المحشي اتسبكت كويس وكنت عملتها بس. زي ما انتوا شايفين انا كمان سحبت كيس كرنب من الفريزر، من الكرنب اللي احنا كنا مفرزينه سوا لو تفتكروا. برضه في فيديو فات كنت عامله لكم تفريز الكرنب. بصوا انا سحبت كيس واحد، لاني بصراحه كنت حابه ان انا اعمل محشي كرنب، بس ما كنتش عايزه اعمل محشي كرنب بس، يعني فاهمين الفكره، ما كنتش عايزه اعمل محشي كرنب بس. فانا طلعت كيس واحد مع الكوسه والبتنجان. كمان الكوسه اللي انا كنت جايباها خدت منها كده شويه، يعني انا كنت جايبه تقريبا كيلو ونص. خدت نص كيلو كده عشان اعمل بيه شوربه الخضار. عايزه اقول لكم مفيده جدا في رمضان والله. يعني انا طبعا من عشاق شوربة لسان العصفور وشوربة الشعرية، بس الأفيد والأحسن شوربة الخضار. فأنا كنت حابة بصراحة زي ما انتوا شايفين. أسفة 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 أسفة. جيت أضحك على زين عشان حطلي البسكوت في حلة المحشي، قعدت أضحك لما شرقت من الكحة، فقفلت الصوت وقلت أرجع أسجل لكم تاني. عايزة أقول لكم زين كان مبهدلني اليوم ده والله. طبعا المحشي الكرنب بالذات بيبقى عايز تحشيه وانتي قاعدة، يعني انا هنا فرشه في الانتريه كده في الارض وقاعده. وطبعا زين ما شاء الله عليه، يعني مش قادره اقول لكم عمل فيا ايه اليوم ده. وكل شويه انادي على اخوه تعالى شيله، طب خدوا ادخلوا الاوضه واقفلوا عليكم الباب عشان بس اعرف احشي شويه المحشي. لكن لو انا كنت هعمل محشي كوسه او بتنجان بس، يعني كنت هحشيهم وانا واقفه، يعني ما بياخدوش وقت، انت بتعبي على طول ما بياخدش وقت. بس محشي الكرنب حرفيا متعب، لازم بتحشي وانت قاعده. فان شاء الله ان شاء الله من برضو من ضمن الحاجات اللي نفسي اعملها، ادعوا لي كده. نفسي اوسع المطبخ قوي، نفسي اخرج التلاجة من المطبخ
واعمل اجيب ترابيزه صغننه كده، ان شاء الله حتى الترابيزه اللي هي الحديد اللي بتتفتح وتتقفل دي لو انتوا عارفينها، واجيب لها كرسيين بلاستيك صغيرين، بحيث ان انا لما يكون عندي محشي مثلا هعمله او حاجه اعمل في المطبخ، ما اضطرش اطلع الصاله واقعد مثلا ابقى متوتره كده بسبب زين او حاجه او انه يضايقني، لا ابقى خلاص بقى كل حاجتي تبقى في المطبخ. يعني حتى بعيد عن زين كمان، لما بتبقى عندك ترابيزه في المطبخ بتوفر عليكي كتير بجد والله. فمن ضمن الحاجات برضو اللي نفسي اعملها قوي ان انا اخرج التلاجة من المطبخ واجيب ترابيزه بكرسيين كده. حتى ساعات بيبقى مثلا الولاد بيبقوا راجعين من المدرسه وعايزين مثلا ياكلوا حاجه سريعه كده لغايه ما اعمل الغدا، فبضطر برضو مثلا يعني حتى لو هعمل لهم كوبايتين شاي بلبن او حاجه مع سندوتش جبنه، بيضطروا برضو يقعدوا في الصاله يا اما على السفره يا اما يقعدوا مثلا على الانتريه، وبرضو زين يضايقهم، يا اما يفضلوا بقى الحاجه تدلق كده، برضو بحس ان في كركبه. فانا حاسه يعني ان موضوع الترابيزه في المطبخ ده هيفيدني كتير. لو حد عامل كده في مطبخه ابعتوا قولوا لي في التعليقات فعلا يعني الترابيزه في المطبخ بتبقى حلوه وعمليه ولا مش عمليه. يعني لو مش عملية ابعتوا قولوا لي، بس بدل ما اشتريها او كده وفي الاخر احس ان هي ملهاش لازمة، مع اني حاسة والله ان هي تبقى مفيدة يعني، حاساها توفر عليا حاجات كتير. هنا بقى بصوا كنت خلصت المحشي خلاص كله. كنت عاملة كان عندي كوارع، كنت عاملة حتتين كده صغننين. انا عندي الولاد مش بيحبوها يعني، بس انا باكلها انا وجوزي. حتى لما جينا نحط الغدا حطيت الشوربة بتاعتها بس، مرضوش ياكلوها اصلا يعني مرضوش يشربوا الشوربة بس انا كنت عاملاها ليا انا وجوزي. هنا بقى زي ما انتوا شفتوا انا خلاص سقيت المحشي وقلت احطه بقى على البوتاجاز يعني يستوي، وابتدي بقى امسك الحاجات اللي انا هفرزها دي اغسلها. لان انتوا عارفين الحاجات الخضار اللي هي سواء بقى السبانخ او خضرة المحشي او اي خضار، اي نوع خضار بتجيبيه بيبقى محتاج يتغسل كويس جدا. لان بجد يعني بص انت ممكن تبقي جايبه الحاجه من عند من السوق يعني تحسي ان الحاجه نظيفه، لا، عايزه اقول لكم لما بتحطيها في الميه كده وتنقعيها شويه والله بتنزل كميه تراب وطينه فظيع قوي. انا عايزه اقول لكم قعدت كتير كتير جدا اغسل، يعني بصوا السبانخ غسلتها كتير جدا، فكيتها وحطيتها الاول في المصفى فتحت عليها الميه وبعدين غسلتها واحده واحده زي ما انتم شايفين اهو. يعني عايزه اقول لكم الطبق الابيض ده اصلا بعد ما حطيت فيه السبانخ كده وسبتها تصفي وجيت اشيلها لقيتها برضو فيها يعني المية منزلة تراب كده صغير، يعني حسيت ان المية مش نظيفة يعني مش رايقة كده، مش المية اللي متصفية منه مش حلوة. فغسلتها كذا مرة، بس انا طبعا ما رضيتش اصور لكم كتير الغسيل عشان ما تملوش يعني، بس نصيحة مني اغسلوا الخضار كتير، يعني لما تيجوا تجيبوا خضار زي كده اغسلوه كتير. هنا بقى خلاص كنت غسلت السبانخ وخضرة المحشي اللي انا جايباها، وحضرت كمان السبت اللي فيه البسلة والكوسة اللي أنا خدت نص كيلو كوسة عشان أعمل بيه شوربة الخضار كمان غسلت القلقاسية كويس جدا قبل ما أقطعها، وسبت بقى الحاجة كده على الرخامة على الفوط تصفي براحتها. يعني عايزة أقول لكم كده أنا كنت مصفياهم كمان في المصفى، كل الحاجات دي اتغسلت وتصفت في المصفى، وبعد كده فردت الفوط على الرخامة وقلت برضو أسيبهم عشان ينشفوا على قد ما أقدر. يعني كل ما تحطي الحاجة في الفريزر المية فيها ناشفة كل ما كان أحسن، يعني عمرها بيبقى أطول، والخضرة بتبقى خضرة كده ما بتبقاش سودة يعني ما بتسودش منك. هنا بقى خلاص المحشي كان استوى زي ما انتوا شايفين. حطيت بقى الأكل عشان ناكل، لأن طبعا أنا كنت أجازة، والأكل ده عايزة أقول لكم أنا مخلصاه تقريبا الساعة 4 العصر، فما كانش ينفع خالص إن أنا أستنى لما أبو يوسف يجي لأنه بيجي متأخر، والولاد طبعا كانوا يحتاجوا يتغدوا ويتعشوا فهنا بقى غرفت. بصوا أنا كنت عاملة بقى حلتين بصراحة، كنت عاملة حلتين بتنجان وفلفل وكوسة، عملت حلة صغيرة الحلة الصغيرة ديت وحلة الكرنب زي ما انتوا شايفين اهي، سويتهم وقلت نتغدى منهم. والحلة التانية كان في حلة تانية كبيرة برضو بتنجان وفلفل وكوسة، بس دي بقى بصراحة سويتها وركنتها على جنب وقلت لتاني يوم، لأن أنا بحب أعمل الأكل بصراحة تكفيني يومي. هو ده بقى اليوم بتاعنا النهاردة وروتيننا النهاردة، يا رب إن شاء الله يكون عجبكم. انتظروني بقى الفيديو الجاي إن شاء الله فيديو التفريزات، هقول لكم فيه ازاي بفرز القلقاس وازاي شوربة الخضار، حاجات كتير قوي هتفيدكم.
واديكي شويه نصايح كده اعمل فيها ست شاطره وقروبه، واديكي شويه نصايح في تفريزات الفريزر. يا رب ان شاء الله تعجبكم. هستنى بقى تعليقاتكم على الفيديو دوت، وما تنسوش تعملوا لايك وشير، واقول لكم مع السلامه.